صار تقدم فيها في روج آفا بالخصوص ما يقارب 40% نسبيا عن السنين الماضية. مضى من عمرنا ما يقارب 40 سنة بالنشأة والمعرفة مجال في العمل، كان نسبة قليل للمرأة والأنثى. من 4 سنين ومن بعد هالمشاكل في السورية وهالحركات في السورية صار مجال مع مرأة بحرية كاملة في كل العمل، في الصحافة، في إنتاج، في مشافي، في الصحة، في كل مجال بكل الحرية يعملون النساء في عملهم بكل رفاهية. أنا أعتقد أن المرأة لم تحقق ذاتها ضمن المجتمعات المدنية من خلال عملها، لا، لأنه أنا بشوف أنه يعني حتى الرجل لم يحقق ذاته بهذه المجتمعات نتيجة قلة الوعي، نتيجة عدم الممارسة بالشكل السليم لأعمال منظمات المجتمع المدني. فبتصور أنه مو بس المرأة، حتى الرجل لم يحقق الذات، يعني تحقيق الذات لسه ما توصلوا له. أكيد المرأة حققت ذاتها بكل منظمات المجتمع وبكل المؤسسات. المرأة تعمل في مجال منظمة التربية، تعمل في الصحافة، تعمل في الإعلام طبعا، وهالشي يتوقف على نوعية المجتمع اللي تعيش فيه المرأة. يعني احتمال يكون المجتمع متخلف يمنع المرأة، مثلا المملكة العربية السعودية تمنعها من مشاركة في أي مجال، تمنعها من أي مشاركة، تمنعها من قيادة السيارة. نحن هون بالنسبة لمجتمع الجزيرة طبعا المرأة حققت كتير تطور كل المجالات، وإلى قيمتها بين المجتمع، إلى قيمتها كمرأة، إلى قيمتها كأم، كمعلمة. وطبعا أنا رأيي إنه حققت ذاتها. أنا أعتقد أن المرأة لم تحقق ذاتها بعملها في منظمات المجتمع المدني، طبعا لعدة أسباب. السبب الأول أنه عمر منظمات المجتمع المدني عندنا قصير، ما صار له فترة زمان. تاني شغلة أنه ما عندنا إخلاص بهالعمل، يعني ما عندنا تفاني بهالعمل، يعني نحن ما عم نقدس العمل. ثالث شغلة الوعي بشكل عام، يعني تصوري أنه وعينا مو وعي وصل لحد أنه نشتغل أو نعمل ضمن منظمات المجتمع المدني، وبالتالي أنه نحقق ذاتنا ضمن مجتمعات. إيه صحيح أنه في حركة، في عمل، بس لسه في قيود، لسه في إجراءات. طبعا قيود نابعة من ذاتنا، يعني أنه في إلنا حدود. قديش ما قعدنا مثلا جلسة موجودين شباب وبنات بتحسي أنه في حد، يعني في ما أنه حرية كاملة، يعني ما في حتى راحة بالحديث يعني أثناء المناقشة. فبعتقد أنه لا، لم تحقق ذاتها. حلو لما المرأة بتطلع وتحتك بالمجتمع الخارجي وتصير بالسلطة وتصير بمكانة عالية، يعني شيء حلو للمرأة. يعني المرأة العربية لا تقل عن المرأة الأوروبية، يعني يمكن عندها قدرات ومواهب أكثر من المرأة الأوروبية، بس ما في المجالات اللي بدها تفرض الطاقة فيها.